سلام، جيسبر كو راكم ملاح. انا ولا صافا الحمد لله. الوغ اليوم جيتكم بوصفه سهله جدا تاع موسكوتشو بلي زاميزغول. انا هذه الوصفه كنت معتمدتها من اللي كنت في دارنا، ودوكا ساعات غنديرها باش نشربوا بها حليب صباح ولا نسقهوا بها العشيه، او نسقهوا بها انا وحدي المسيو ما يجيش يسقهوا العشيه. دونك حبيت نشاركها معكم، درتها يوم الجمعه ديتناها معنا لا بلاج. حبيت نشاركها معكم تالمو كيف فاسيل خلاص تندار وما تحكمش ميم با الوقت. تبعوا معايا المقادير وطريقه التحضير. يلا نبداو على بركه الله. نحطوا 5 عظمات، كاس سكر، انا نقصت منه شويه باش مانيش حابتها تجي حلوه بزاف، و مغرف مليحه هكا فاني، وندربوها بالخلاط او بالضراب كيما تقولوا له بالباتر. نباتيوها هكا شويه، من بعد نزيدو كاس زيت، نزيدو نباطيو شويه حتى يدخل هذاك الزيت مع المكونات. من بعد كاس حليب وواحد يايوخت ذوق فانيلا، ونخلطو كامل المكونات مع بعض مليح 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 مليح. نحطو بانس دو سيل او رشه ملح مع مغرف خل طبيعي. المغرف هنا راح يعاونها باش تطلع بزاف ومليحه بزاف بزاف، تجي خفيفه اون ميم طون. من بعد نحط 3 مغارف تاع كاكاو، نديرهم على الصفايه. انا الكاكاو هذا اللي شريته تاع الساشي تبع عند لي سوبرات ما عجبنيش خلاص، مولفه نشري بالميزان احسن واحسن. ونحطوا 3 كيسان حتى 4 كيسان ونص فارينه كل واحد، والفارينه تاعو كيفاش. وتاني نحطوا 3 ساشي تاع لا ليفيو. من بعد بالفويه برك هكذا، الفويه هكا برك ندخلوا كامل المكونات مع بعض، يعني النواشف مع السوائل هكذا كما راكم تشوفوا. فوالا. من بعد نروح ندهن المول تاعي بالزبده ونرش عليه لافارين. نحط نصف الخليط، نحط له شوكولا نقطعها هكذا رقيقه، نحط الجوز او اي مكسرات عندكم. من بعد نحط النصف الاخر تاع الخليط ونحط فوقه شوكولا جوز، وانا حطيت شوكولا وجوز وحطيت لوز منسل، وانتم تقدروا تحطوا اللوز العادي نورمال، شغل المكسرات اللي يكونوا عندكم متوفرين. من بعد نحطوها على درجه حراره 180 درجه، تكون الفرن مسخن من قبل. شوفوا شحال طلعت لي ما شاء الله. قصيتها في لابلاج، سي بور سا حطيت لكم حطيت لكم لا فوتو هي في لابلاج. نتمنى تنال اعجابكم، جربوها ورجعوا لي الاخبار في لي كومونتير.